يأتي إلى الصحابي الجليل هزال الأسلمي رجل يخبره بأنه اقترف ذنبا، يفضفض له، فيشير عليه هزال أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يصل الرجل إلى النبي ويشكي إليه ذنبه، وحين يعلم النبي أن هزال هو من أشار عليه بالمجيء يقول معاتبا: يا هزال، لو سترته بردائك لكان خيرا لك. لعل أحدنا يقترف الذنب فيشيع خبره فيستغفر الله فيغفر له، غير أن آخرين لا يغفرونه، يلصقون به ذنبه، ينوكوه في شاردتهم وواردتهم، في منشوراتهم وتغريداتهم، وعلى مقاطعهم القصيرة والطويلة، كأنهم لجان تحكيم مسلطة على العباد قد نصبوا أنفسهم أندادا لله في محاسبة الناس وإظهار عيوبهم. ألا نخجل؟ أتهتكون ستر الله المسدود على الناس؟ أتحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ وبالمناسبة، ليس من البطولة أبدا فضح أحد. أيظن الفاضح أنه اكتشف ثروة حين انتهك ستر الله على الآخرين وأبان سيئاتهم؟ إنهم بشر يخطئون ويصيبون. أو حين تعدد زلات أخيك وأخطاءه وما لا يعجبك منه تظن نفسك كاملا، بل تظهر كشخص يؤكد نقصه بتتبعه لنقائص الآخرين. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ما علينا لو أخطأ أحدنا فسترنا خطيئته وبادرناه بالنصح على انفراد؟ أليس منا ونحن بشر؟ الشيطان يتربص بأحدنا ليجره من خطيئة لأخرى، ثم يبعث فيه اليأس في التوبة والصلاح، فنهتكنا ستر أخينا فقد كفينا إبليس عناء وأعناه عليه واختصرنا له شوطا طويلا من الإيقاع بالبشر في حبائل الخطايا. تخيل مجيئك يوم القيامة وقد أثقلتك أوزارك وخطاياك، ثم تجد ذنوبا لك قد غفرت وعيوبا لك قد سترت، لتعلم حينها أن الله قد شكر لك وستر عورتك لما سترت على مؤمن في الدنيا. ألست بحاجة لذلك؟ من الفضائل أن ترى فلانا على قبيح فتغض الطرف عنه وتستر ما رأيت، بل الأفضل أنك تحرص على أن لا يرى أخاك إلا في تمام حاله وأحسنه. ما يدريك، لعله يتوب ويستغفر فيتوب الله عليه وتحسن خاتمته، وتسوء خاتمة من حاول ذات يوم أن يهتك ستره ويفرح بفضحه. ستر الآخرين واجب، ولكن من باب أولى سترك لنفسك. لو أزلك الشيطان إلى ما لا يرضي الله ثم سترك الله فاصمت. أفأكون منافقا أفعل القبيح في السر وأظهر إلى العلن بصورة حسنة؟ أفلا تكون بشرا يبتغي الصلاح؟ كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قد تضعف همتك ويتمكن منك هوى النفس الأمارة بالسوء، أو تقع في خطيئة زينها لك الشيطان، فإن كان فاستر نفسك يا أخي، واحمد الله واشكره على ستره، واجعل التوبة ثمرة شكرك له على ذلك. وإن حدثتك نفسك قد يحصل أن تفصح عن ذنوبك المستورة وعن ماضيك المليء بالخطايا، فاعلم أن ذلك ليس ضميرك، بل مكيدة شيطانية أخرى يجرك بها إلى مستنقع الخطايا. السلام عليكم.